السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة كده بإذن الله هغير معاكم شكل الرخامة بتاعتي. انا بصراحة كده زهقت كده من شكل الرخامة، فقلت كده اغير من شكلها. اشتريت الاستيكر ده، ستيكر اسمه ستيكر عربيات. هو باللون بجميع الوانه، يعني اي لون انت حباه. فانا قلت ايه، انا يعني عايزة اغيره للون الاسود. بشتري الاستيكر ده من محل كماليات السيارات او اكسسوارات السيارات، بيتباع بالمتر على حسب طول الرخامة بتاعتك. بتقولي له انا عايزة استيكر بتاع العربيات. بيبقى الظهرية بتاعته ورق كده، ما تجيبيش اللي هو ظهريته خفيفة، لا هاتي اللي ظهره ورق زي ما انت شايفة كده، لان الجزء الورق ده بيبقى الاستيكر بتاعه بيبقى من نوع كويس، وبيتحمل الحرارة وبيتحمل المية وكل حاجة. قبل بقى ما اشتغل كده واحط الاستيكر، طبعا غسلت الرخامة كويس جدا، غسلتها بالبريل والسلك، بس ما صورتش معاكم بس الجزء ده. انا قلت يعني ايه اختصر في الفيديو شوية. غسلت الرخامة كويس ونشفتها، لازم تنشفيها كويس. وجبت كده بطاقة كده او كارنيه او اي حاجة قديمة عندك، يعني زي بطاقة او كارنيه، وتحاولي تساوي بيها كده السطح بتاع الرخامة زي ما انت شايفة كده، عشان ما تبقاش الرخامة كده مكلكعة او فيها اماكن مش ملزوقة كويس. البطاقة او الكارنيه دي بتسهل عليكي فرد الاستيكر. وبكده خلاص انا كده فرشت كده الاستيكر. انا كنت جايبة 1.5 متر، وبصراحة ما كنتش قايسة طول الرخامة بتاعتي، فالجزء كده اللي بيبقى تحت الفرن ده يعني الاستيكر ما كفاش معايا. فمش مشكلة بقى، يعني انا قلت ايه، مش هقف عند كده، وده الشكل النهائي.